مجموعة صحاب ماشيين بالعربية على الطريق السريع في وقت متأخر بالليل. هما في طريقهم للبيت بعد حفلة موسيقية وبعد ليلة طويلة من الرقص والسهر. كلهم حاسين بتعب فظيع، الراديو مقفول، وبعد الموسيقى العالية دي الهدوء كان مريح للأعصاب. محدش بيتكلم، والحقيقة إن السواق لاحظ إن صاحبته اللي قاعدة جنبه وصاحبه اللي في الكرسي اللي ورا ناموا. السواق بيحاول يتأكد إنه ما يعملش زيهم ويروح في النوم، والعربية ماشية في طريق طويل ومستقيم وفاضي تماما، وإلا هتكون كارثة. بس عين السواق بدأت تتقل وبدأ يحس إن النوم هو بيتغلب عليه. فتح الراديو على صوت واطي جدا، بس ده ما حماهوش من النعاس غير للحظة واحدة. ما بقاش قادر يقاوم النوم أكتر من كده، وعينيه بدأت تقفل. وهو بيروح في النوم رجليه داست زيادة شوية على دواسة البنزين. راس السواق مالت لجنب والعربية زادت سرعتها وبدأت تحدف ناحية اليمين لحد ما عدت الخط الأبيض اللي بيحدد طرف الطريق. كاوتش السيارة نزل في الرملة والطينة، ونفضة السيارة المفاجئة دي خلت السواق يتفزع ويفوق. عدل العربية بسرعة ورجعها للطريق مرة تانية، والهزة دي صحت الاتنين اللي كانوا راكبين معاه. سألوه في ايه؟ كله تمام؟ السواق قال لهم انه غير اتجاه العربية بسرعة علشان يتفادى حيوان ظهر فجأة على الطريق، وقال لهم انه مفيش حاجة ويقدروا يكملوا نوم. وهم بيقفلوا عينهم علشان يرجعوا يناموا مرة تانية، السواق لمح حاجة. انوار ظهرت في المراية، كشافات سيارة. ما لاحظش ان في عربية ماشية وراه قبل كده، بس قال يمكن ما اخدتش بالي لان كنت عايز انام وما كنتش مركز. قلبه لسه بيدق بسرعة من وقت ما كان هينحرف عن الطريق، وبيحاول يهدي نفسه. بس الموضوع بقى أصعب بكتير، لأنه لما بص في المراية شاف أنوار الشرطة المعروفة، اللون الأحمر والأزرق اللي كانوا منورين السماء المظلمة. يا خبر أبيض! لا لا، السواق قالها وكان صوته عالي. الاتنين اللي كانوا غرقانين في النوم صحوا على صوت السواق وشافوا الشرطة وراهم. بدأوا يتوتروا ويخافوا جدا، لأن مش كل اللي عملوه في الحفلة الليلة دي كان قانوني في الولاية اللي هم فيها. السواق سأل هنعمل ايه؟ صاحبته قالت له لازم تركن على جنب. سرينة الشرطة اشتغلت والموضوع دخل في الجد. بس فجأة حصلت حاجة غريبة. سمعوا صوت جوه العربية طالع من الراديو. الصوت ده كان واطي في الأول، بس لما السواق على الصوت الرسالة بقت واضحة جدا. صوت خشن وبيردد نفس الجملة أكتر من مرة: أحسن لك تهرب. ازاي الرسالة دي طالعة من الراديو؟ مش عارفين، بس صاحبه اللي كان راكب في الكنبة اللي ورا وافق على الصوت اللي كان جاي من الراديو، قال لازم نهرب ونخرج من هنا. بس البنت اللي قاعدة جنب السواق كانت بتصرخ وتقول اركن على جنب. وعربية الشرطة سرعتها زادت وبقت وراهم بالظبط، لدرجة انها قربت تخبط فيهم. والانوار وسرينة الشرطة شغالين على الاخر. السواق ما كانش عارف يعمل ايه، يهرب ولا يركن على جنب. الكل بيصرخ فيه، فبدأ يدوس بنزين بسرعة. بس فكر تاني وقال مستحيل العربية القديمة دي تسبق سيارة الشرطة. في الآخر قرر يفرمل وبدأ يركن العربية على جنب. عربية الشرطة وقفت وراهم والسرينة انطفت، بس كشافات السيارة العالية كانت مش مخليهم عارفين يشوفوا كويس. فضلوا قاعدين في العربية مستنين مصيرهم، بس مفيش حاجة حصلت. العربية كانت واقفة وراهم وبس، ومفيش حد نزل منها. وبعد شوية وقت باب عربية الشرطة اتفتح أخيرا. التلاتة فضلوا باصين في صمت، وضابط دورية الطريق نزل وبدأ يقرب من عربيتهم. السواق قال للكل إنه يهدى وإن الموضوع هيعدي على خير. بس صاحبه اللي ورا بدأ يجيله حالة ذعر، كان خايف يتمسك، لأن لو ده حصل هيخسر المنحة الدراسية وهيترفد من الجامعة وحياته كلها هتنتهي. الضابط وصل للعربية، ورغم ان الوقت ليل الا انه كان لابس نظارة شمس سودة مغطية نص وشه تقريبا. وقف قدام باب العربية وفضل مستني. السواق وهو مرعوب ومتوتر بدأ ينزل ازاز الشباك. الضابط ما اتحركش ولا اظهر اي ردة فعل، فضل واقف جنب العربية وبس. مساء الخير يا فندم، السواق قالها وصوته كان بيرتجف، بس ما فيش رد. السواق بص لصاحبته اللي قاعدة جنبه وهي هزت كتفها، بمعنى انها مش عارفة ليه الشرطي مردش عليه. رجع بص للضابط مرة تانية وسأل احنا عملنا حاجة غلط؟ فضل برضه ساكت ومردش عليه. وبعدها الضابط اتحرك اخيرا ومال بجسمه قرب جدا ودخل راسه جوه الشباك. بقى وجهه وشفايفه المضمومة جنب وجه السواق بالظبط. السواق سأله
تحب تشوف الرخصة والبطاقة؟ الضابط مردش عليه، بس رفع ايده بهدوء ومسك طرف نضارته السوداء ونزل النضارة وكشف عن عينه. السواق فجأة لقى نفسه باصص في عين حمرا بتنور، عيون كلها شر. الكل في العربية بدأ يصرخ، والشخص اللي واقف قدامهم فتح فمه على الآخر. وكشف عن فتحة سودة وواسعة مفيش لثة ولا أسنان، مجرد فراغ مرعب في وجهه بيصرخ في وجههم صرخات مفزعة لا يمكن وصفها. زي ما اكيد استنتجتوا، دي ما كانتش لجنة عادية، وده ما كانش ضابط دورية طبيعي، لأن الكيان اللي الشباب دول قابلوه الليلة دي كان العشرات قبلهم حظهم كان وحش وقابلوه برضه، والمؤسسة SCP بتحاول توقفه عن سلوكه المرعب والخطير ده. الكيان ده يبقى SCP 973، وده الحقيقة مش كيان واحد، دول 2 منفصلين. الكيان الأول واللي اسمه SCP 9731، وهو عربية الشرطة اللي شبه العربيات اللي كانت بيستخدمها العساكر في أوائل السبعينات، وحالتها زي ما تتوقعوا عن عربية بقالها أكتر من 50 سنة، متبهدلة ومصدية لآخر درجة. الشهود وصفوا العربية وقالوا إن فيها خبطات كتير في الأبواب والكبوت وشروخ في الإزاز، والعربية مليانة صدأ. والاكسدام اللي ورا كان مربوط بلزق شكرتون. السواق والراكب الوحيد في العربية واللي اسمه SCP 9732 كيان شبه بشري، راجل أبيض في أواخر الأربعينات لابس ملابس ضابط دورية من السبعينات، والشهود وصفوه إنه جسمه مليان وأصلع وعنده شنب كبير. العربية والضابط بيظهروا بالليل في مكان محدد على طريق سريع في أمريكا، محدش عارف بالظبط إيه اللي بيخليه يظهر، بس الباحثين بيقولوا انه بيظهر لما في عربية تكسر السرعة. ممكن تفكر انك في امان لو مشيت ببطء في الطريق ده، بس للأسف انت غلطان، محدش عارف ايه هي السرعة اللي بتخليه يظهر. التقارير بتقول ان السرعة بتكون ما بين 90 ل 110 كيلومتر في الساعة، بس لما يظهر السواق بيبقى هو الهدف. SCP 973 بيظهر فجأة ورا العربية تقريبا بنص كيلومتر، وبيقرب بسرعة جنونية. السرينة بتشتغل والأنوار بتغطي السماء، وبطريقة ما مش معروفة راديو السيارة بيبعت رسالة وبتطلب من السواق إنه يهرب. وفي أغلب الحالات العربية المستهدفة بتسمع الكلام وبتحاول تهرب، وغالبا ده بسبب الرعب مش أكتر، ولكن الكيان ده بيفضل يطاردهم في مطاردة سريعة جدا. ومهما كانت العربية سريعة، عربية الشرطة الملعونة دي بتبقى دايما هي الأسرع، وغالبا ما بتاخد أقل من 6 دقايق علشان تحصلهم. الكيان ده ما عندهوش مشكلة يخبط العربية اللي بتهرب، وده بيفسر الصدمات الكتير اللي في سيارة الشرطة. ومش واضح بالظبط ايه اللي بيحصل لما بيجبر الضحية انها تقف، سواء باختيارهم او غصب عنهم، بس النتيجة بتبقى بشعة. العربية اللي بتقابل كيان SCP ده بيلاقوها بعد فترة في مكان قريب من المكان اللي ظهر في الكيان، غالبا في حدود 6 كيلومتر من الطريق. مش معروف هل الضحايا هم اللي ساقوا لحد هناك في حالة ذعر ولا العربية انتقلت هناك بطريقة ما، لكن اللي واضح ان الناس اللي جوه العربية بيموتوا موتة بشعة جدا، وساسهم بيبان عليها علامات عنف وتقطيع، لدرجة ان بعضهم ما بيقدروش يتعرفوا على اشكالهم. والعربيات نفسها بتكون متدمرة تماما وعليها أثار حروق قوية من جوه. لحد دلوقتي في 34 شخص و19 عربية تسجلوا كضحايا للكيان ده، رغم ان الرقم الحقيقي أكيد أكبر من كده بكتير. والأرعب من كده كمان ان في ضحايا نجوا، والمؤسسة لقت 5 أشخاص في موقع الهجوم، وبالإضافة لإصاباتهم الجسدية البشعة فضلوا يعانوا من صدمات نفسية حادة. هتقول ليه ما بيقفلوش الطريق اللي بيظهر فيه الكيان ده؟ المؤسسة فكرت في كده، وفي سنة 1983 لغوا الجزء ده من الطريق. بس المحاولة فشلت، وكل اللي حصل إن الكيان غير مكانه وبدأ يمارس نفس أسلوب القتل البشع. عملوا محاولات كتير علشان يمسكوا سيارة الشرطة دي، وفي مرة من المرات فرق متخصصة راحت الطريق ده علشان تحاول تسيطر على الكيان. وبعد محاولات كتير علشان يخلوا الكيان ده يظهر، عربية فيها عملاء نجحت أخيرا وشافوا أنوار الشرطة وراهم.
رسالة اشتغلت في راديو بتقول لهم إنهم يهربوا فورا من المكان ده. من دون أي إنذار سيارة الشرطة قربت منهم بسرعة أكبر بكتير مما توقعوا، وبدأت تخبط فيهم خبطات متتالية. عربية تانية فيها دعم راحت علشان تساعد، بس لما وصلوا للمكان اللي الGPS حدده لقوا إنهم وصلوا متأخر، والكيان قدر إنه يدفع السيارة بعيد عن الطريق، وكان بيقطع في أجسامهم بوحشية. فريق الدعم بدأ يضرب نار على الكيان علشان يحاولوا ينقذوا زمايلهم. الأسلحة أثرت على الضابط، وده معناه إنه ممكن يتصاب زيه زي السيارة بتاعته. في التحقيق بعد المهمة دي واحد من العملاء وصف شكل الضابط ده. عينيه كانت حمراء وبقه كان مجرد فتحة سودة كبيرة، ما فيهاش أسنان ولا لسان، مجرد حفرة سودة. مفيش تقارير تانية جت عن الحادثة دي، لأن العميل ده كان الناجي الوحيد. الكيان قتل 9 من العملاء وهرب من المكان فورا، ورغم إنهم جرحوه إلا إنه ما هربش ولا اتصاب إصابة تعجزه. والبلاغ اللي بعده جه بعد 9 أيام بس. قدرة الكيان ده انه يظهر في مكان جديد وصعوبة السيطرة عليه خلته يتصنف على انه يقلد ال60 كيلومتر اللي بيظهر فيهم متراقبين بالاقمار الصناعية طول الوقت. كل العربيات اللي بتمشي من 10 ل4:30 الفجر بيتحول مسارها لطريق تاني، واحيانا بالقوة لو لزم الامر. للأسف بالنسبة للمؤسسة والناس اللي بتستخدم الطرق، الإجراءات دي محتاجة تحديث دايما، لأن بالرغم إن المكان اللي بيظهر فيه معروف، إلا إن الوقت اللي بيظهر فيه والمساحة اللي بيأثر فيها بيتوسعوا كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله. علشان كده احذر من الطريق اللي بتدخله بالليل، ومش أي سيارة دورية شرطة تكون خاصة بالشرطة فعلا.